بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. احنا النهارده معانا فيديو جديد، يا رب يعجبكم. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو بننزله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك. احنا النهارده معانا فيديو سريع، اسرع فطار ممكن تعمليه، سواء انت لو جايه متاخره، سواء لبيتك، سواء لو جاي لك ضيوف. اسرع حاجه ممكن تعمليها ايه هي؟ صينيه الفراخ بالبطاطس والرز اللي بالشعريه. وجبه سريعه جدا جدا، اسرع مما تتخيلي بنعملها. في وقت يعني ممكن في ساعه كده تكوني عامله احلى فطار. زي ما انتوا شايفين انا جبت حلة وحطيت فيها حبة زيت ورحت مشوحة الفراخ. برضو انا بشوح الفراخ كده ومش هعملها في صينية البطاطس على طول، لا انا هديها تشويحة علشان اطلع منها حبة شوربة، علشان احنا في صيام وكده، فاعملهم بقى بالشعرية بكده. بس انا ما عملتش بشعرية، شربناها كده. ولكن الطريقة دي برضو يعني سريعة جدا جدا، عما الفراخ بتاخد سلقة بيكون انت عملتي قطعت الخضار بتاعك. فبعد ما شوحت الفراخ زي ما انتم شايفين تشويحه حلوه قوي قوي، كل ما تشوحي الفراخ دي قاعده اصلا، كل ما نشوح الفراخ كويس كل ما ناخد منها احلى شرب. وبعد كده رحت جايبه طماطميه وبصلايه وفلفلايه خضراء ورحت مقطعهم كده شرايح ورحت حطاهم على الفراخ. وبعدين جبت برضو اللي هو اللي ورق اللورا والحبهان والمستكه والقرفه الخشب. كل الحاجات دي بتنكي الشوربه وبتخلي طعمها حلو قوي. بعد كده رحت كنت مشغله الكاتل على الميه السخنه، كل ده في وقت واحد. وبروح حاطه الميه السخنه برضو عليها، بالميه بتبقى مغليه اصلا، الميه السخنه بتبقى مغليه، فبتساعد ان الفراخ تستوي اسرع برضو وفي وقت قياسي. بكده بقى هروح مغطية عليها عم اقشر البطاطس واقطع الخضار معانا. برضو صينية البطاطس بعملها سريعة جدا جدا، الطعم بقى بيبقى تحفة. اهو زي ما انتوا شايفين جبت بصلتين، 4 حبات بطاطس، كام فلفلاية كده، وحبتين طماطم. كل الحاجات دي هروح مقطعها حلقات 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 في ثانية واحدة، يعني في دقيقة كده تكون قطعت كل ده فوق بعضه. وببقى عاملة برضو شفشق عصير طماطم، علشان اروح احط عليه العصير. انا بحب اعملها ني في ني، بتبقى اولا بتبقى خفيفة وبتبقى طعم قوي وبتبقى ريحتها حلوة واسرع كمان. يعني بروح اعملها كده، اروح احطها على البوتاجاز تاخد غلوة، اول ما تاخد غلوة اروح احط عليها، احنا هنشوف الفيديو مع بعض اهو. فالمهم بروح مقطعه كل الحاجات دي، الفلفل عندك، جزر بقى حطي، عايزه تحطي خضار تاني عندك، بسله، فاصوليا خضراء، كل الحاجات دي. لو عندك عايزه تحطيها حطي، بتبقى صينيه خضار حلوه قوي. مع الرز اللي بالشعريه بيبقى تحفه. دول 3 فصوص توم زي ما انتم شايفين، برضو بروح مقطعاهم يعني، لا كل ده زي ما قلت لكم بنقطعه ني في ني اهو. وبروح بقى طبعا متبلاها، احط يعني البهارات بتاعتها، بروح تحطي برضو البهارات الموجوده عندك، يعني ما تقفيش على حاجه، كل اللي موجود عندك اعمليه. انا حطيت بهارات مشكله وحطيت كزبره ناشفه وحطيت ملح، بظبط الملح بتاعها. بس لو انت عايزه بقى تضيفي شطه، بس انا حاطه فلفل حراق ف وال7 بهارات بيبقى فيهم فلفل برضو شطه. وبعد كده بروح نازله بعصير الطماطم وعطيها تقليبه بقى، المهم ان انا اقلبها كويس قوي عشان كل الخضار ده وكله يبقى مندمج في بعضه واخد منه كله نفس الطعم، ما يبقاش مثلا حاجه فيها مثلا التوم واللي بقيه الصينيه ما هوش موجود فيها، لا لازم اقلبها كويس قوي عشان تاخد من كل الطعم اهو زي ما انتوا شايفين. بعد كده خلاص بيكون الفراخ يعني خلاص، هروح حاطه دي على النار تاخد غلوة، غلوة واحدة بس، وبعدين هروح احط عليها الفراخ. نشوف الشوربة عاملة ازاي. الفراخ كانت خلاص يعني ده مش استوت، هي بقت حوالي يعني ايه 70% كده، لسه لها تكة كمان شوية في السوا، وهروح حطها بقى على البطاطس. صينية البطاطس زي أول ما تبدأ تغلي بتبقى خفيفة بطريقة، ولا بها بقى ولا فيها صلصة ولا فيها تسابيك ولا فيها أي حاجة في الصيام اللي احنا فيه ده. بعد كده هاخد الفراخ، قطع الفراخ، واروح حطها كده على الوش. واروح برضو احط عليها صلصة، اجيب كده صلصة بالمعلقة واحط عليها، واحاول ان انا اريح الصينية، يعني ايه الفراخ كده والبطاطس كله يندمج مع بعض. وبقى زي ما انتوا شايفين يعني الفراخ مش هحطها على الوش بس، لا انا يعني ايه هقلبها كلها ببعضها، الفراخ في البطاطس في الخضار في كله، علشان لما اجي احطها في الفرن يبقى كله برضو واخد نفس الطعم اهو. هبدأ بقى، هكون مشغلة الفرن
والشوايه، وهنروح بقى مدخلين الصينيه دي تاخد بقى وش كده وتكمل سوا في الفرن. تهدى عليها خالص علشان تاخد لون حلو. دايما الفراخ اما بيتهدى عليها بتبقى واخده لون حلو كده، ولان هي مستويه، هي تعتبر مستويه، يعني هتكمل سواها حاجه بسيطه خالص في الفرن. والبطاطس كمان زي ما انتوا شايفين انا بجيب صلصه اول وبحط عليها كده، وبعدين هبدا بقى ايه اريحها كده في وسط البطاطس، على ان كل حاجه تبقى واخده من نفس الطعم. بعد كده بقى طبعا يعني صينية بطاطس بالفراخ أحلى حاجة ليها هو الرز اللي بالشعرية. هنعمل بقى حبة رز بالشعرية كده حلوين، مع طبق سلطة، مع حبة جرجير كده لو فيه، مع طبق مخلل. وأحلى فطار وأسرع فطار ممكن نعمله. يعني زي ما قلنا إن صينية الفراخ دي أسرع حاجة ممكن تعمليها حتى في العزومة. يعني لو جايلك ناس فجأة كده وطبوا عليكي، دي أسرع حاجة ممكن تعمليها وسهلة. فهنعمل بقى رز بالشعريه اهو. زي ما انتم شايفين انا جبت حبه شعريه، يعني ما فيش مقدار معين اللي بين الشعريه والرز، يعني اللي يقول لك كده الربع شعريه والتلات ارباع رز، لا ايوه تقريبا يعني حاجه كده زي اللي موجود عندك بتعمليه. فهنبدا بقى نحمر الشعريه، وهروح نازله بالرز. لو عندك بقى رز هتحبي تعملي الرز الاصفر يعني، بس هو الرز اللي بالشعريه بيليق اكتر على صينيه الفراخ. في يعني صينيه الفراخ دي زي ما قلت لك بتبقى شامله، فيها الخضار وفيها الفراخ اللي هو البروتين، وطبعا مطلعين حبه شوربه لو تحبي تعملوهم بالشعريه او بلسان العصفور. وده بتقضي يوم بقى رمضاني، فطار رمضاني كده سريع وسهل. بعد بقى ما الرز بنحط الرز على الشعرية، بنروح عاطين له تشويحة، وبنظبط الملح بتاعه، وبنسيبه بقى على نار هادية كده عما تعملي بقى العصير بتاعك والسلطة بتاعتك. بيكون الرز خلص، والفراخ طبعا بتطلعها من الفرن، بتبقى طالعة بقى يعني شكلها وريحتها، يعني تستمتعي بيهم كده وتستطعميهم قبل ما تحطها في بقك. بنقلب الرز اهون، وهنسيبه بقى لحد ما ما يخلص. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو اول مره تشوفونا ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك، وان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد، وربنا يعيد علينا وعليكم رمضان يا رب سنوات عديده وسنين مديده باذن الله. واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامه.